يا احمد، الجواز ده موضوع تقيل قوي. لميس بقت عارفه كل حاجه عني، حتى لما افكر ازوغ من خروجه تلاقيني مكشوف من قبل ما انطق. ما هو ده الطبيعي يا عمر، الستات عندهم رادار بيشوفوا اللي جوانا قبل ما نقول. بص يا احمد، انا زهقت. لميس بقت كل يوم معايا في الساحل عاملالي برلمان البيت. صباح الخير بالتصويت، الغدا بالتصويت، حتى التيشيرت البسه ولا لا بالتصويت. يا راجل، دي ست مثقفة ديمقراطية. اعتبر نفسك رئيس وزراء البيت. رئيس وزراء ايه؟ ده انا بقيت موظف حكومه في بيتها. نفسي في يوم اخد قرار من غير ما اعمل لجنه استماع. يعني نفسك في راحة البال. بالظبط، نفسي في واحده لما اقول لها انا جعان ترد تقول لي اوامرك يا عمورتي، تحب اعمل لك ايه ولا تحب نطلب اكل من بره؟ يا عيوني، مش تفتح لي محاضره عن الاكل الصحي والرجيم. طب قول لي، أول مرة شفت لميس إيه اللي خلاك تعجب بيها؟ بصراحه يا احمد، انا اول ما شفتها حسيت ان قدام نشره اخبار، ما ينفعش اغير القناه منها. كلامها منظم وعيونها بتديك احساس انك في مؤتمر صحفي مهم. شدتني قوي بطريقه كلامها، حسيت انها شخصيه قويه. انا ضعفت قدام القوه دي. يعني وقعت فيها مش عشان الحب. بالظبط، قلت لنفسي دي المذيعه اللي هتدير حياتي زي ما بتدير الحوار، وانا بقى ضيف الشرف اللي مش عارف ينسحب. طيب احكي لي كده، ايه اخر موقف خلاك تقول انا خلاص مش قادر؟ اقول لك، امبارح مثلا كنت عايز اطلع البحر اتمشى على الشاطئ شويه، قمت لابس الشورت والتيشيرت. فجاه لميس وقفت قدامي. رايح فين كده؟ قلت لها هتمشى. رايح تتمشى؟ طب استنى، خد معاك ليست الطلبات هاتها من السوبر ماركت وانت راجع. يعني بدل ما هتمشى شغلتني ديليفري. يعني طلعت تتمشى رجعت محمل زي العساكر. والله. طب انت ليه سايب نفسك كده؟ ما تعترض يا عم. اعترض؟ يا ابني انا لو اعترضت الحوار بيتحول لمحكمه، وانا دايما المتهم الوحيد. يا عم دي كل الستات كده. والله يا صاحبي ساعات نفسي الاقي يوم هادي من غير مناقشات، ولا كنت فين وجيت ازاي. يعني كده لو رجع الزمن هتتجوز لميس تاني؟ هتجوزها، بس بشرط يبقى عندي ريموت كنترول في زرار ميوت. اول ما الحوار يطول اضغط كده واسمع صوت البحر بس.